تعالوا نعمل مع بعض الوصفة الخطيرة في كل بيت مصري. رز بالشعرية وفراخ محمرة والملوخية، الأكلة العظيمة كده. أول حاجة بنجيب الشوربة بتاعتنا ونجيب الملوخية بعد ما نخلطها كويس قوي، نحطها كده على الشوربة بتاعتنا وتديها غلوة، تاخد غلوتها الحلوة على النار، وننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي الملح والكزبرة الناشفة. دي أهم حاجة، نديها تقليبة بقى ويلا بينا نعمل الطشة الحلوة. ما تنسوش الشهقة. هنجيب بقى كده ايه معلقه سمنه على الكزبره، على كمان شويه التوم بتوعنا الحلوين. التوم ياخد مع السمنه كده تشويحه مع الكزبره، ونحطها على الوش اول ما يتحمر معانا، ونرجع بقى ناخد من الملوخيه على الطاسه عشان يجيب شويه البهاريز الحلوه دي. خلاص خلصنا كده. بس شايفين بقى بولة الرز الحلوة دي لازم تبقى في البولة كده عشان تطلع شكلها حلو. العين يا جماعة بتاكل برضو اكتر من النفس بكتير. وبعد كده بقى تنزلوا بالمعلقة الملوخية وتاكلوها بألف هنا. جربوا بقى الملوخية بالطريقة دي وتدعوا لي، وفولو عشان وصفات اكتر.